دول ماسترز هو مسلسل ظهر في بداية الألفينات، بيحكي عن شوبو اللي بيحلم يكون بطل في لعبة كروت كايجودو، واللي متوجه له اتهام انه بيقلد يوجي حتى في قصة الشعر. الفيديو هيكون متقسم لقسمين، القسم الأول بنعمل ملخص سريع لقصة دول ماسترز وبنستعرض فكرته بشكل عام عشان نقدر نحكم إذا كان فعلا مجرد تقليد ليوجي زي ما الناس واخدة فكرة عنه، ولا هو حاجة تانية مختلفة. هل سنتبارز أم لا؟ هل لديه موهبته كامنة. قصة ولد يبغى يصير بطل كايجودو. يجب أن تضيف كل أنواع الأوراق إلى مجموعتك، وإلا فلن تصبح بطلا. بطل المسلسل شوبو اللي بيحلم يكون بطل لعبة كايجودو زي والده. من أول حلقة بنشوف إن شوبو عنده شغف باللعبة لكن ناقصه الخبرة. بيبدأ رحلته في عالم المبارزات وبيشارك في أول بطولة ليه. شوبو بيواجه خصوم كتير زي جاميرا اللي كان غشاش وبيستخدم أساليب ملتوية، لكن شوبو بينتصر عليه. بعدها بيتقدم في البطولة أكتر وبيوصل للنهائي ضد تورو، واللي شوبو بيقدر يهزمه بعد معركة طويلة وبيفوز بالبطولة. وبيتم دعوته لمكان غامض اسمه المعبد، وده يبقى المكان اللي بيتدرب فيه نخبة المبارزين تحت قيادة شخص غامض اسمه الماستر. شوبو بيدخل المعبد وهناك بيكتشف انه لازم يجمع 50 كوين علشان يقدر يوصل للزعيم هاكو المبارز رقم 1 في العالم. في البداية بيكسب بسهولة، لكن مع الوقت المبارزين بيتعلموا اسلوبه. بعد ما بيجمع اخيرا ال 50 كوين بيواجه حراس المعبد الاربعة واللي لازم يهزمهم قبل ما يقابل هاكو. الحارس الاول ميكوني المبارز اللي بيقلد كل حركة من حركات شوبو، والحارس الثاني ميمي ودي واحدة من اصدقاء شوبو، لكن الماستر بيقدر يسيطر عليها. والمبارزة دي كانت عاطفية جدا لان شوبو بيحاول ينقذها مش بس يهزمها. وبالفعل بعد صراع طويل ميمي بتتحرر من سيطرة الماستر. الحارس الثالث بيني وده عبقري في التكنولوجيا واللي بيحاول يستخدم الخداع والآلات علشان يهزم شوبو. اما الحارس الرابع كوجو واحد من اعنف الخصوم اللي قابلهم شوبو. المواجهة بينهم داخل المعبد بتتحول لمبارزة كايجودو حقيقية، والكائنات بتظهر فعليا على ارض الواقع. وفي النهاية شوبو بينتصر عليه وبنكتشف القوة الحقيقية للكايجودو. بعد كل ده شوبو اخيرا بيوصل لهاكو، لكن المفاجأة ان هاكو مش الشرير اللي تخيلناه، لكنه مجرد مبارز الماستر بيسيطر عليه. بيواجه شوبو وبيكون على وشك الفوز، لكن بدعم من اصدقائه شوبو بيقدر يستعيد قوته مرة تانية. وفي اللحظة الأخيرة بدل ما يوجه الضربة القاضية لهاكو بيوقف الهجوم وبيقول له ان الفوز الحقيقي مش انك تهزم خصمك، لكن انك تخليه يفتكر ليه بيحب اللعبة. الكلمات دي بتكسر سيطرة الماستر على هاكو وكل اللي في المعبد بيتمرد عليه. الماستر بيهرب وبيقول لهم ان دي مش النهاية وانه هيواجههم مرة تانية. وفي النهاية هاكو بيستعيد نفسه وبيصبح واحد من اصدقاء شوبو. ده كان ملخص سريع للموسم الاول. لو مهتمين الخص بقيه الاجزاء قولوا لي في التعليقات. ودلوقتي عاوزين نعرف هل دول ماسترز هو مجرد تقليد ليوجي ولا لا. اول حاجه عاوز اقولها ان دول ماسترز ما كانش واخد نفسه بجديه، يعني المسلسل كان فيه كميه كبيره جدا من الهزار والكوميديا، وكمان كان فيه كسر للجدار الرابع والشخصيات بتتفاعل مع الجمهور، على خلاف يوجي اللي كان واخد نفسه بجديه جدا. وكان فيه شخصيات بتموت لما تخسر في مبارزه، وكان فيه خطر بيهدد العالم ولعبه الكروت هي اللي هتنقذه. دول ماسترز ما كانش كده خالص، والدافع بتاع البطل مختلف. يوجي ما كانش بيسعى لاي مجد شخصي ولا كان مهتم يبقى احسن مبارز، لكنه بيحاول ينقذ العالم من الشر، على خلاف شوبو اللي بيلعب اللعبه عشان يبقى احسن واحد بيلعبها في العالم. يوجي كان نوعا ما شخص مختار وعنده ارتباط بالحضاره المصريه والسحر والاديان، وفي قصه حقيقيه وحبكه عميقه. دول ماسترز كانت قصته سطحيه بالمقارنه مع يوجي، وممكن تعتبره اعلان لكروت ومنتجات دول ماسترز اللي عاوزين يبيعوها. انما بالنسبه للعبه نفسها في دول ماسترز كان اسمها كايجودو، انما في يوجي اسمها مبارزه الوحوش. ودلوقتي هنتكلم عن لعبه كايجودو. الكروت بتنتمي ل5 حضارات: الميه والنار والنور والظلام والطبيعه. كل لاعب بيبدا عنده 5 دروع، هدفك انك تكسر ال5 دروع بتوع خصمك وبعدها تضربه ضربه مباشره عشان تكسب. كل ضربة لوحوشك بتكسر درع من ال5، وكل درع بيتكسر بيقربك للفوز. كل كارت ليه تكلفة، يعني مش هتقدر تستدعي وحش قوي من اول دور كده وخلاص. في بداية كل دور بتحط بطاقة واحدة من ايدك في منطقة الطاقة، وكل بطاقة هناك بتدي لك نقطة طاقة. فمثلا لو عايز تستدعي مخلوق تكلفته 5 نقط طاقة لازم يكون عندك 5 كروت في منطقة الطاقة. اللعبة فيها 3 انواع اساسية من الكروت: كروت المخلوقات، ودول اللي بيحاربوا في المعركة، بتستدعيهم وتخليهم يهاجموا دروع الخصم او مخلوقاته. كل مخلوق بيكون له قوة وعدد نقاط طاقة بيحتاجها علشان تلعبه. كروت التعويذة، ودي كروت بتستعملها المرة واحدة، بتعمل تأثير زي تدمير واحد من مخلوقات الخصم او سحب كروت او صد هجوم. الصنف الثالث من الكروت كروت مفاجآت الدروع، ودي كروت خاصة بتتفاعل لو كان واحد من دروعك مكسور وتعتبر دفاع سحري غير متوقع. كل لاعب بيبدأ ب5 كروت و5 دروع. في كل دور بتعمل 3 خطوات: تحط كارت في منطقة الطاقة، تستدعي مخلوقات او تستخدم تعويذ، تهاجم لو عندك مخلوقات. بتفضل تكسر في دروع الخصم لحد ما توصل للضربة الأخيرة وتكسب المبارزة. طبعا زي ما انتم شايفين في تشابه بين طريقة لعب كايجودو وطريقة لعب مبارزة الوحوش، لكنهم مش متطابقين، يعني في اختلافات. في النهاية انا هسيب لكم الحكم.
هل دول ماسترز فعلا كان تقليد ليوجي ولا كان حاجة تانية مختلفة؟ متحمس جدا ان اشوف رأيكم في التعليقات. شكرا جدا على المشاهدة ووصولكم لنهاية الفيديو. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، واشوفكم في فيديو تاني.